وعلى رأي المثل وراء كل رجل عظيم معروفة يعني محامي. يا أخي كلية الحقوق دي أنتجت عظماء كتير جدا زي كده. يعني في كل الحلقات اللي فاتت في كل حلقة لازم نجيب سيرة كلية الحقوق. اهي الحلقة دي بقى الأب فيها محامي. أصلا أنا لازم أطلع لك محامي في كل حلقة عافية كده. المحامي بقى هنا هيخلف إيه؟ هيخلف لنا الشخص الوحيد في تاريخ مصر اللي تولى منصب قائد القوات البرية في الجيش المصري. هو يا عم عصام، هو احنا مش سلسلة أساطير رياضية؟ مال القوات المسلحة بالموضوع أصلا؟ اتقل يا نجم ويلا بينا ندخل في الحلقة. سنة 1916 يوم 5 مايو عصافير كنارية مدينة القاهرة زقزقت احتفالا بمولد عبد المحسن كامل مرتجي. اتربى عبد المحسن وكبر واتخرج بسم الله ما شاء الله من المدرسة السعيدية. جبنا سيرتها كتير دي أظن يعني مش جديدة. ما هو انت لو ما خدتش بالك من مدرسة السعيدية دي في كل حلقة يبقى انت يا برنس ما اتفرجتش على الحلقات اللي فاتت. فاقول لك ايه بقى، سيب الحلقة دي وروح اتفرج على الحلقات التانية وارجع لها تاني اتفرج عليها لغاية ما أرشدته جدته انه يخش الكلية الحربية. جدته يا عم بقى كان اصلها تركي وكان والدها برنس عميد في الجيش التركي، فهي كانت السبب الرئيسي انه يخش الكلية الحربية والواد لازم يطلع لجده. ما كانوش في وقتها يعرفوا ان هم كانوا بيهدوا مصر قائد تقيل هيكون من افضل قادتها العسكريين في تاريخ الجيش. وسنة 1937 اتخرج عبد المحسن من الكلية الحربية وكان من ضمن ضباط الحرس الملكي وقت ثورة يوليو. كانت مهمته ايه بقى؟ قيادة الحرس ده انه يحمي قصر راس التين. فلما حصل هجوم من قيادات الجيش قدر يمنعهم في البداية لغاية ما صدر قرار من الملك فاروق بوقف إطلاق النار ونجحت الثورة وتم إطلاق سراحه بعدها. بس شوف هنا إنه قام بحماية الملك وقام بواجبه اللي وكل بيه، وفي نفس الوقت إنه ما كانش منبوذ بعد الثورة وتدرج كمان في الجيش بصورة طبيعية. وقتها بقى يا برنس طلبوا جمال عبد الناصر بمحاكمته وإعدامه بالرصاص، ولكن جمال عبد الناصر رفض وقال إن ده ضابط شريف قام بواجبه، أحاكمه ليه؟ وبعدها اتنقل من ضباط الحرس لأستاذ في كلية أركان حرب. مرتجي زامل عبد الحكيم عامر وجمال عبد الناصر في كلية أركان الحرب من 46 ل 48. وعشان تعرف قد ايه انه كان ضابط مثالي وعسكري فذ، شوف ازاي اتحول من شخص منبوذ لواحد من اهم القيادات العسكرية. تدرج في الترقي حتى وصل الى قيادة اللواء السادس المستقل برتبة عميد بالأنطرة شرق. ووقت العدوان الثلاثي هنا يا برنس سنة 56 كان احد القيادات البواسل اللي تم تكليفهم بحماية مدينة القاهرة. نوصل هنا بقى لسنة 1957. كان الفريق مرتجي ضمن أول بعثة عسكرية للاتحاد السوفيتي. وقتها كان بدأ التعاون العسكري ما بين مصر والاتحاد السوفيتي وقاد هيئة تدريب القوات المسلحة بعدها، وكان قائد للجيش المصري اللي حالف في اليمن في الفترة ما بين 63 ل 65. وحصل على نجمة الشرف العسكرية في إبريل سنة 64. ما تقلقش يا برنس، أنا عارفك قاعد بتفرج، أنا لازم أديك نفسه في الأول كده عشان أجيب لك التقيل اللي جاي لحد ما نوصل للحدث الأبرز في مسيرته العسكرية. وهو إيه بقى يا برنس؟ توليه قيادة القوات البرية في القوات المسلحة كأول وآخر شخص يتولى قيادة هذا المنصب. ورجع تاني لليمن سنة 1966. وفي سنة 1967 كان قائد جبهة سيناء في الحرب. وبعد 30 سنة بيخدم فيهم عبد المحسن مرتجي مصر بينتهي هنا دوره في المؤسسة العسكرية بعد النكسة اللي كسرت ظهر قادة كتير. نيجي بقى للمرحلة التانية واللي الكل مستنيها لمسيرة الفريق مرتجي، رجل الحرب وكرة القدم، الرئيس التاسع في تاريخ النادي الأهلي. الولاية الأولى للفريق مرتجي كانت 15 ديسمبر سنة 1965. ممكن تلاقي حد قالك إن عبد الحكيم عامر
انقذ الاهلي من الضياع. بس انا هنا جاي اقول لك الروايه الصح. بتكليف من الرئيس جمال عبد الناصر راح المشير عبد الحكيم عامر اللي كان في وقتها رئيس اتحاد الكوره، وبلغ الفريق مرتجي ان الرئيس جمال عبد الناصر قال له انت هتمسك رئاسه النادي الاهلي. فلما قال له صلاح الششتاوي موجود وانا، قال له دي اوامر رئيس الجمهوريه والموضوع منتهي. صلاح الششتاوي ده كان مين بقى؟ كان محافظ القاهره. فالموضوع هنا ما كانش رياضه بس. فعشان لما يجي حد يقول لك ان المشير عبد الحكيم عامر الزملكاوي انقذ النادي الاهلي، قول له بس يا بابا. واستمرت ولايته لحد حرب 67، وكلنا طبعا عارفين القصه ان النشاط الرياضي اصلا وقف في وقتها. فانتهت ولايته الاولى يوم 13 يوليو سنة 69، ولكن في عام 72 تبدأ هنا الولاية التانية للفريق مرتجي. سامعك يا حبيبي وعارف انت هتقول ايه. المرة دي يا حبيبي كانت بانتخابات، لا بتكليف من رئيس ولا بتنجان. ويوم 8 نوفمبر بعد انتخابات اترشح قصاده فيها الأسطورة صالح سليم. وتخيل ان الفريق مرتجي ينجح على حساب صالح سليم 55% مقابل 45%. ما هي الانتخابات برضو كانت بين 2 اساطير يا صاحبي. فالله يكون في عون الجمعيه العموميه في وقتها والله. وده ان دل على شيء فيدل على عظمه الراجل ده وقوته وحب الناس اللي في النادي ليه. ويفضل الفريق مرتجي قائد للنادي الاهلي 8 اعوام، واللي كان في ظهره طول الفتره دي كل الاهلاويه بما فيهم منافسه صالح سليم اللي اشتغل مدير كوره. هي دي يا صاحبي عظمه كيان كبير زي النادي الاهلي. اصل احنا يا صاحبي مش شبه حد، احنا الاهلي. وفي التوقيت ده كان الاهلي بيمر باوقات سيئه للغايه. الدوري غايب بقاله 13 سنه. انت متخيل الدوري يغيب عن الاهلي 13 سنه؟ اي نعم كان من ضمنهم اوقات توقف النشاط للحرب، بس مش الاهلي اللي يغيب عنه الدوري 13 سنه. وعلى ايده بدأ جيل السبعينات الذهبي اللي اكتسح يا صاحبي في الوقت ده كل حاجة، وأهمها كان 5 بطولات دوري و3 كاس مصر. وشارك في وقتها الأهلي لأول مرة في أفريقيا سنة 76. ده غير إنه هو كان السبب في بناء مقر جديد للنادي الأهلي في مدينة نصر. في لقاء جمع خالد مرتجي أمين الصندوق في النادي الأهلي وابن الفريق مرتجي مع الكابتن أحمد شوبير من فترة، قال له يا كابتن أحمد مفيش حاجة اسمها عيلة الفريق مرتجي أو عيلة صالح سليم. في عيلة واحدة بس في النادي اسمها عيلة النادي الأهلي. وفي انتخابات دورة 80 يوم 12 ديسمبر ينجح صالح سليم على حساب الفريق مرتجي. فمدى الرجولة في الملعب هل ممكن توصل للخشونة؟ لا، طالما ان هو بيلعب على الكورة ما بتوصلش للخشونة دي. وانا في متهيألي ان كل لاعب بيوصل للخشونة هو راجل مش في الفورمة، مش واثق من نفسه. يبتدي يضرب ويبتدي يعمل يبقى مش واثق من نفسه. انما هو لازم يشترك في كل لعب، بس يبقى نلاحظ ان هو بيشترك على الكوره مش على رجل زميله او على بطن زميله او على حاجه. انما احنا بنقول دايما لعيبه خليكم رجاله والنتيجه دي ما تهمش. انما ان هو يضرب لا، انا ما احبش ابدا حد يضرب من اللعيبه بتوعه. وهنا بقى انا عايز اوريك لقطه مهمه قوي قوي، واللقطه دي مستمره معانا في كل الحلقات وهتفضل مستمره طوال تاريخ النادي العظيم ده. اهم مساندي صالح سليم في الانتخابات كان الكابتن محمود الخطيب اللي هو رئيس النادي الحالي، اللي في قائمته موجود مين؟ ايوه خالد مرتجي ابن الفريق مرتجي. بالله عليك انت الكلام ده بتشوفه فين غير في النادي الاهلي؟ وتيجوا تسالونا هو انتوا بتعشقوا الكيان ده ليه وبتتعصبوا عليه قوي كده ليه؟ يا صاحبي اقرا التاريخ هتشوف بعينك أسرار العظمة. نفس اللي قلناه قبل كده، الخطيب كان بيساند الجوهري في أزمته ضد صالح سليم، واللي عمل الخطيب كادر ووصله النهاردة إنه يبقى رئيس النادي كان صالح سليم. مستحيل يا صاحبي تلاقي أي حاجة من اللي بتحصل دي في كيان تاني غير النادي الأهلي. وبعد ما ترك الفريق مرتجي رئاسة النادي، شوف بقى الجمال والعظمة، ما سابش النادي ولا يوم لآخر يوم في عمره، داعم ومساند لكل رئيس مجلس إدارة مسك بعده. كابتن صالح، كابتن عبده صالح الوحش، كابتن حسن حمدي. الفريق مرتجي في كلامه عن الأهلي قال من نشأة النادي ده سنة 1907 مين اللي تولى النادي الأهلي؟ كلهم عظماء البلد، هم دول اللي وضعوا الأساس، وضعوا مبادئ الأهلي والتقاليد اللي ماشي عليها أي حد
بيمسك رئاسة النادي. مفيش حد عمل مبادئ جديدة، كلها مبادئ موروثة وكله بيسلم بعضه. أنا عندي الولد الصغير ده طبعا بيلعب في الصغيرين بتوع المدرسة بتوع النادي الأهلي، ويمكن هو زميل لحكم ابني. ايوه. ده أهلاوي شنيع، يعني هو امبارح بعد ما اتغلبنا لا روح لا كل ولا شرب ونام ومش عاوز يروح المدرسة وعاوز يقعد في البيت علشان اتغلبنا الغلب اللي دخل فيه سوء الحظ. اخوه الكبير وده ضابط في القوات المسلحة برضه اهلاوي متعصب بس مش زيه يعني، لكن برضه بياكل يعني امبارح اكل. لا بياكل. هو بقى اللي بطالة جدا هي ست والدته، لان دي ماتش او مباراه بس دي ما بتروحش يعني المدام ما بتروحش خالص. ما تقدرش تشوف النادي الاهلي بيلعب اطلاقا، يجي لها على طول عصبي وقيء ممكن. يوم النادي الاهلي ما يلعب لازم تاخد 4-5 حبات منومه عشان تنام مده المباراه. ويوم الثلاث 5 نوفمبر 2013 تنتهي رحلة أحد أهم القادة العسكريين ورموز الكرة المصرية وأحد أفضل رؤساء النادي الأهلي التاريخيين عن عمر يناهز 97 سنة. وكانت جنازة الفريق أول عبد المحسن مرتجي مهيبة حضرها كل القياديين الرياضيين في البلد مش في الأهلي بس. رحل الفريق مرتجي وظلت جملته المشهورة العظيمة: عظمة مصر موجودة في النادي الأهلي. رحم الله الفريق أول عبد المحسن كامل مرتجي.